تخيل تكون محبوس في واحد من أأمن السجون في العالم. الحراس كيراقبوك في كل ثانية، الكاميرات في كل زاوية، والهروب مستحيل. ولكن كاين شخص قدر يهزم هذه المنظومة، وماشي مرة واحدة، ماشي زوج، بل عدة مرات، وكل مرة أذكى من المرة اللي قبلها. هذا الشخص هو ستيفن جاي راسل، راجل قدر يتحايل على السلطات ويهرب بطرق ما يمكنش تصدقهم. الهرب يا معلم. كيفاش قدر يديرها؟ خدع الجميع وخلاهم يظنوا أنه مستحيل يهرب. هذه القصة حقيقية وكل تفاصيلها أغرب من الخيال. تابع معايا باش تعرف السر اللي خلاه يولي أسطورة الهروب. قصة ستيفن جاي راسل كانت غريبة بزاف، داكشي علاش نقدروا نعتبروها أنها من أغرب القضايا اللي وقعت. والخطط اللي استعملهم ستيفن باش يهرب من الحبس عمر شي حد ما دارهم من قبل. القضية بدات بشخص أمريكي كان مجهول شوية بقدرة قادر ولا معروف في العالم كامل. من الأسباب اللي خلات القصة ديالو مشهورة هو أنه كان شخص غريب الأطوار، وشي حاجة غريبة أنه قضى عمره كامل انفرادي، مع أنه ما كانش من الناس اللي يتعاملوا مع القانون وشي حاجة بحال هادي. لكن غادي نعرفوا علاش هذا الشخص كان محكوم عليه بهذه الطريقة، وغادي نعرفوا كيفاش قدر يهرب من أخطر السجون بلا ما يحفر نفاق أو يتقو بحيط، وحتى بلا ما يرشي المسؤولين والحراس. في الحقيقة ما كانش عنده حتى شي وسيلة باش يشري شي حد، والمفاجأة أنه عمره ما ضرب شي حد ولا تعدى على شي حد ولا حتى دوخ شي حد باش يخرج. هادشي خلى الناس يتساءلوا كيفاش ممكن يهرب بلا ما يدير أي حاجة من هاد الخيارات اللي ذكرنا. والجواب هو يقدر، وماشي غير مرة واحدة. ولكن هاد الأحداث اللي غادي نتناولوها غادي تبين كيفاش دارها، وعاود دارها عدة مرات وبالتفصيل. القضية موثقة في بزاف ديال المواقع، ونقدروا نقولوا أنها بحال داكشي اللي كنشوفوه في الأفلام. القصة اليوم غادي تكون على واحد السيد سميتو ستيفن اللي عاش مع والديه في ولاية فيرجينيا الأمريكية. ستيفن دوز طفولة عادية وكان عايش مزيان مع العائلة ديالو، وكل شي كان عارف أنه ذكي وعنده تركيز كبير. الأب ديالو كان عنده شركة ديال المواد الغذائية، يعني العائلة كانت مرتاحة وما محتاجاش لشي حاجة. ولكن غادي يجي واحد النهار غادي يكتشف ستيفن واحد الحقيقة واللي غادي تعقد ليه الحياة ديالو وغتمرضو في صحته. ستيفن اكتشف أن والديه غير مربينه وماشي والديه الحقيقيين، وفاش بدا يحقق في الموضوع اكتشف أن والديه الحقيقيين تخلاو عليه، هو مازال رضيع. السبب هو أنهم ما بغاوش يكون عندهم طفل خارج إطار الزواج، يعني ولدوه في علاقة غير شرعية. والديه ما قدروش يتحملوا المسؤولية ويصلحوا الغلط ديالو، وبغاو يغطيو على الغلط ديالهم بغلط أكبر منه. المهم فاش ستيفن عرف هذه الحقيقة تصدم بزاف، رغم أنه كان باقي صغير ولكن كان فاهم مزيان. كان عنده ديك الساعة شي 9 سنين ولا 10 سنين، وبدا كيبكي وكيقول لوالديه اللي رباوه علاش ما قلتوش لي الحقيقة، علاش ما قلتوش لي بلي أنا ماشي ولدكم. حاولوا يهدئوه وقالوا لي بلي كيعزوه وكيعتبروه ولدهم وكتر، ولكن ديك الهضره ما دخلت ليش للراس. من تما ولا كيخرج من الدار كيبقى ضايع في الزناقي حتى كيطيح الظلام، عاد كيرجع للدار. والديه اللي رباوه صبروا عليه ووقفوا معاه حتى بدا تيرجع بشويه شويه للطريق وبدا كيتقبل الموضوع. ولكن النهار اللي عرف فيه بلي والديه الحقيقيين رجعوا لبعضياتهم وتزوجوا وداروا وليدات، كانت الصدمه اللي كملات عليه. ما قدرش يستوعب كيفاش نساوه وكيفاش قدروا يعيشوا فرحانين مع ولادهم وهو ما مسوق ليه حتى واحد. الاسئله بدات كتحرقوا من الداخل وما لقى ليها حتى جواب. من تما ولا كيعيش الضياع بطريقه خطيره، ولا عطيها غير الدوران في الزناقي وغير مع الشماكريه. كيدخل في المشاكل، مره كيضرب مره كيتضرب، حالته بدات كتخياب وما بقاش كيهتم براسو. حتى النظافه ولات حاجه ثانويه عنده، والماكله قليل فاش كان كياكل. واللي واعرف هادشي كامل هو انه مع الاسف تبلع. نتوما عارفين شنو تيعني واحد مراهق في الزنقه، شنو ممكن يوقع ليه، خصوصا في شوارع امريكا. الوالدين اللي رباو عرفوا شنو كاين ولكن ما بقاوش عارفين شنو يديروا معاه. حاولوا يقنعوه يرجع للطريق ولكن هو كان ضايع غارق حتى للحد وما تقبلش المساعده ديالهم، خصوصا بعد ما عرف الحقيقه على والديه الاصليين. واحد النهار بوات ستيفن اللي رباه دابز مع مراته وقال ليها دابا شنو الحل مع هذا الولد؟ حنا درنا معاه الخير هو صغير باش يخرج فيه الخير كيكبر، ولكن ها هو غير غارق في الزنقه. الا بقينا ساكتين ما غيدير الخير حتى في راسو. جاوباتو مرتو ما كاين حتى حل من غير الاصلاحيه، خصنا نديوه بالزربه قبل ما يغرق اكثر في البليه. وهكذا قرروا يديوه الاصلاحيه بزز بلا ما يكون عنده هو راي في القرار.
في الاول كان كيتخاصم مع كل شيء، ساخط على الدنيا وما قابل حتى شي واحد، ولكن من بعد بدا كيتاقلم، بدات كتبان عليه علامات الهدوء. ولكن الحقيقه اللي غادي تكتشفها الايام هي ان ستيفن كان غير كيمثل عليهم باش يخرج من ديك البلاصه، وهو عمره ما تغير. من بعد مده خرج من الاصلاحيه على اساس انه تشافى وكان دابا شاب كبير، قرر يخدم ويجمع فليسات، ومن بعد طاح لي على بالو يمشي يتطوع في العسكر. بسبب البنيه الجسديه ديالو كان السيد كوستو دغيا قبله، ولكن واخا الخدمه والانضباط ديال العسكر عمرو ما نسى ما وقع ليه مع والديه الحقيقيين. السيد ولات عنده عقده خطيره. والديه الحقيقيين عاشوا حياته وولدوا وليدات جداد نساوه، ما عقلوش عليه. هاد الفكره كتضل كدور ليه في راسو، كتهرسو وكتمرضو كل نهار. مع الوقت تعرف على واحد السكرتيره خدامه معاه، تفاهموا وتزوجوا وداروا حياتهم. ستيفن بدا كيحس بالسعاده، خصوصا ملي تزادت عنده بنيه. حاول يعيش مرتاح، ولكن ديما كان كيهرب من الماضي وما بغاش يواجه. واحد النهار وصلوا خبار بان الاب ديالو اللي رباه توفى. هاد الصدمه رجعته لنقطه الصفر. الحزن كان كبير عليه، وفوق هادشي كملت عليه الازمه النفسيه، حيت فكر والديه الحقيقيين وكيفاش تخلاو عليه. بدا كيحس براسو مرفوض من طرف الجميع. مراتو لاحظت انه تبدل، المشاكل كبرت، ولات حياتهم غير مشاكل ومدابزات، حتى وصلوا للطلاق. لكن السبب الحقيقي اللي خلات مراتو تخرج من حياته هو النهار اللي خرج ليها نيشان. قال لها انا ماشي كيف كتعرفيني، انا من هادوك. ملي عرفات بانه ميت باتت ما صبحت، هزت بنتها ومشات وخلاته بوحدو. من بعد مده قصيره ستيفن جراو عليه من العسكر، والسبب كان واضح، فعايلو ولاو مفضوحين وبان على حقيقته. فاش خرج ما لقى حتى بلاصه، وبدا كيقلب على خدمه جديده هنا واللي هي ما خلا فين قلب، حتى طاح على واحد الشركه اللي كدير ليفريزون ديال الماكله، وكان خدمته ليفرور. ولكن حتى هنا ما طولش، دغيا جراو عليه وبدا كيتلاح من بلاصه لبلاصه، عمرو ما استقر. من بعد ما تشطرد في الخدمه الثانيه قال بصراحه حسيت براسي خسرت. من داك النهار فقدت السيطره على حياتي، وقررت انني ما غنبقاش تابع للقانون، حيت المجتمع عمرو ما رحمني. بدا كيضيع وقته في البارات وكيتعرف على ناس بحاله، حتى طاح على واحد السيد سميتو فيليب اللي كان معروف عليه انسان فاسد. ستيفن تعلق به بزاف، وحتى فلوسو كملوا، حيت كان كيصرفهم غير في البيران والمالدات. ولكن حيت ستيفن كان ذكي من الصغر ديالو، قرر انه يخدم هاد الذكاء ديالو في النصب. بدا يبيع ساعات مزوره على اساس انها ساعات رولكس اوريجينال، ومع الذكاء ديالو كيقدر يقنع الناس وكيبيع لهم بثمن غالي. ولكن هادشي كان غير البدايه، حيت من بعد نصب على واحد الشركه ديال التامينات في 45,000 دولار. قال لهم انه طاح وتصاب اصابه خطيره. من بعد هاد السرقات وهاد النصب بدات يوجد حوايج اخرين، وقدم طلب باش ياخذ واحد الباسبور مزور. ولكن هنا غيكون الخطا ديالو، الموظفين شكوا فيه واتصلوا بالبوليس، وجا وقت الحساب. من بعد تحقيق طويل تحكم عليه ب10 سنين ديال الحبس، وكان الحكم ثقيل عليه بزاف. في وسط الحبس بدا كيقلب على شي طريقه باش يهرب، وداك صاحبه فيليب باقي كيزور في الحبس. ولكن من بعد حبسوا الزيارات وما بقاش كيسول فيه. واحد النهار ستيفن طلب تليفون من واحد المسجون كان مخبي تليفون، واتصل بفيليب، ولكن الجواب صدمه. قال ليه راني قريب نودع، المرض راه غلبني. هاد المكالمه خلات ستيفن يسرع من الخطه الهروب، حيت كان من الاول كان مراقب كل كبيره وصغيره، اي حاجه كتوقع كان عارف شحال الحراس كانوا كيرتاحوا وفين تيكونوا في كل دقيقه. خصو يستغل الفرصه قبل ما يفوت الفوت. ستيفن قرر يسرع الخطه الهروب ديالو بلا ما يفكر في المخاطر. كان كيراقب الحراس مزيان، وكل نهار كيشوف كيفاش كيدخلوا وكيفاش كيخرجوا، حتى حفظ النظام ديالهم. والخدمه ديالو كانت بسيطه، جمع شويه د الحوايج، كرافات، قميجه، سروال، وكلشي لقاه في واحد البوبيل كيلوحوا فيه الحراس حوايجهم القدام. ولكن الباس بوحدو ما كانش كافي، كان خاصو شي طريقه ذكيه يخرج بها بلا ما يحس به شي حد. فاش وصل الوقت اللي كيخرجوا فيه الحراس باش يرتاحوا، تبعهم ودخل عندهم بطريقه طبيعيه، يعني بلا ما يشك فيه حتى شي واحد، ودار راسو واحد منهم. وفي وسط داك الفيستير اللي كيبدلوا فيه الحراس الحوايج ديالهم، بدا كيبدل حتى هو، حتى لبس حوايجهم وزاد عليهم داك الجهاز اللاسلكي، الراديو ديالهم. وهذا كان اهم خطوه في الخطه ديالو. خرج معاهم وهو كيدير بحالهم، دير راسو واحد منهم.
حتى كيفاش راه تسطيا الحماق ما عقوش بيه، خرجوا للسطح اللي كيرتاحوا فيه، وبطبيعه الحال ستيفن حتى هو تبعهم، وغير بشويه باش ما يبانش متحمس بزاف ويردوا ليه البال ويعرفوه ماشي منه. اللحظه الحاسمه كانت ملي وصل عند الباب، كان الحارس واقف وما كاينش شي حد يقدر يخرج بلا اذن، ولكن ستيفن كان ذكي واستغل الراديو، دق على الشرجم الصغير وسمع الصوت ديالو في الراديو فحل ليه الباب بلا تردد. ستيفن خرج بحال شي موظف عادي كيتمشى بكل ثقه، وكل ما كان كيبعد على الحبس كان كيزيد يحس بالامان، وفاش يفكر تيلقى باللي هذاك الراديو هو السر ديال نجاح الخطه ديال الهروب ديالو، حيت خلى داك الحارس يثيق فيه بلا ما يشك ولو لحظه. وبهذا الشيء نجح في اول هروب ليه من السجن بخطه بسيطه ولكن خطيره. اول حاجه دار ستيفن بعد ما هرب هو انه قصد صاحبه فيليب، هذاك الشخص اللي قال لي انه مريض في لحظاته الاخيره وقريب يموت. فاش وصل عنده كانت اجهزه الانذار دايره حاله في الحبس، والبوليس مخلوعين وقالبين عليه الدنيا. فديك اللحظه ستيفن وفيليب كانوا شادين طريق للمكسيك. فيليب كانت حالته حاله عيان وضعيف، ولكن ستيفن قال لي غادي نديك معايا للمكسيك باش تبقى معايا تما وتعيش الايام اللي باقا لك من حياتك في امان. وفعلا مشاو للمكسيك، وهنا الخبر ديال هروب ستيفن دار ضجه كبيره في الصحافه الامريكيه، كلشي بقى كيهضر عليه حتى كيفاش هاد خونا هذا قدر يهرب من الحبس، وهاد الحبس معروف بالحراسه المشدده، حتى خونا هرب غير بالفن. وفي الوقت اللي كانت الصحافه الامريكيه كدوي غير عليه، ستيفن كان في المكسيك كيحاول غير يرتاح، ولكن الفلوس اللي دا معاه كيتسالاو. وهنا قرر يرجع للتزوير والنصب بحال قبل، بقى على هاد الحاله مده طويله 2 عام تقريبا بلا ما يشدوه البوليس، وحتى السلطات المكسيكيه ما شكوش فيه حيت واخد الاحتياطات ديالو باش ما يطيحش في نفس الغلط ويتشد عاوتاني. ولكن واحد النهار مرض مرضى خايبه وكان محتاج لواحد الدواء، مشى للفارماسيانات كيقلب على داك الدواء وتقول واش لقاه. تما قرر يدير واحد الخطوه خطيره وغير رجع لامريكا على قبل الدواء. كان عيان بزاف ما بقاش قادر يفكر ولا يخطط، هز الباسبور ديالو المزور وقصد الحدود الامريكيه، ولكن فاش وصل حرس الحدود لقاو باللي الاوراق ديالو مزورين، واللي بدورهم بلغوا السلطات الامريكيه اللي قالوا لي يا اهلا وسهلا عليك كنقلبوا هادي 2 عام. وملي سمعوا الخبر قالوا المكسيك صيفطوه لينا دابا، وفعلا تسلموه ورجعوه للحبس. ولكن هاد المره الحكم تزاد عليه بزاف، ماشي غير 10 سنين، زادوا عليه سنوات اخرى. هاد المره كانوا باغيين يضمنوا انه ما غاديش يهرب تاني من الحبس. ستيفن ما كانش مستعد نفسيا، حس براسو بحال خرج غير البارح ورجع اليوم، ولكن الفرق انه دابا كان مريض بصح. في واحد اللحظه كان داخل في واحد النوبه ديال المرض، كان مزير بزاف وتقاتل مع واحد الحارس، ولكن الحارس طحنو مزيان وخلاه مرمي في الارض. هادشي كيعني ان ستيفن دخل لواحد المرحله جديده، المرحله اللي غادي يولي فيها الوضع ديالو اكثر تعقيد وخطر. دوز ستيفن هذيك المرحله الصعيبه في الحبس، وكان كل مره كيصيفط طلب للمحكمه باش يستافد من اطلاق السراح المشروط، ولكن بلا نتيجه. في نفس الوقت الحراس كانوا كيديو للطبيب باش يتابع العلاج ديالو، منين كيكمل كيرجعوه للزنزانه ديالو. ولكن ستيفن ما بقاش باغي يبقى ساكت، بقى كيصيفط طلبات للمحكمه على امل يخرج، ولكن حتى شي واحد ما باغي يعطيلو الفرصه. في الحبس كاينين بزاف اللي كيتحكموا بعقوبات طويله، ولكن بعضهم كيستافدوا من اطلاق السراح المشروط، ولكن بشرط ما يكونوش خطيرين بزاف على المجتمع وما يكونوش مجرمين متسلسلين. ولكن حتى اللي كيتقبل طلبهم كيخصهم ينفذوا شي شروط بحال دفع كفاله كبيره، وهذا هو الفخ اللي طاح فيه ستيفن. المحكمه قبلت الطلب ديالو ولكن بشروط تعجيزيه، خصو يجيب 850 ألف دولار باش يخرج. ستيفن كان في راس مالو غير 45 ألف دولار، والرقم اللي طلبوا ليه كان خيالي. الصراحه شكون غادي يضحي بمليون دولار باش يخرج ستيفن من الحبس؟ ولكن هو ما استسلمش ودار واحد الخطه خطيره. في الفتره اللي كان كيمشي فيها عند الطبيب استغل الفرصه وسرق شي بواطات ديال الانسولين اللي اصلا كان محتاج ليهم، ولكن هنا كان جزء من الخطه ديالو، وبدا كياخذ منه بزاف ديال الجرعات باش يبان مريض بزاف، لدرجه ان الحراس بدا كيبقى فيهم. وملي كانوا كيهزوه للاستراحه كان كيبان لهم حالته حاله، وهذه كانت الفرصه ديالو باش يغفل الحراس. في واحد اللحظه خد التليفون وصونا على الاداره ديال الحبس، وهنا ورى لهم العبقريه ديالو في النصب. ستيفن كان حافظ الصوت ديال القاضي اللي مكلف بالقضيه ديالو، وكان خطير في تقليد الاصوات. قال لهم بصوت القاضي وصلنا طلب من السجين ستيفن جاي راسل، وكنا قبلناه بكفاله ديال 950 ألف دولار، ولكن بعد مراجعه الحاله الصحيه ديالو قررنا نخفوا عليه الكفاله حيت الوضعيه ديالو كتسوء نهار على نهار،
دابا يمكن ليه يخرج غير $45,000. الاداره بالزربه صدقات القصه، والمسؤول على الاتصال مشى كيجري لعند المدير باش يبلغوا بالخبر. ستيفن في هذه اللحظه سد التليفون وهو فرحان براسو وما صدقش راسو كيفاش قدر يشمتهم بهذه الطريقه، وقال مع راسو واش بصح غير صونيت لهم وقلت لهم انا القاضي وتيقوني. ولكن فاش بدا كيعقل مزيان فهم ان النصب والتزوير جاريين في دمه وما كانش غادي يوقف هنا. ستيفن قدر يهرب مره اخرى، ولكن هذه المره اغرب من الخيال. تخيل معايا من بعد ما خرج من الحبس بهذه الطريقه الذكيه مشى مباشره للوطيل بحال ما وقع والو، بحال غير مسافر وباغي يرتاح. ولكن المشكل الكبير هو ان الهروب ديالو دغيا وصل للصحافه، الاداره ديال السجون رجعت للواجهه. فضيحه ثانيه واكبر من الاولى. كيفاش هاد الحماق وهاد السطيه نفس الشخص يضحك عليهم 2 مرات؟ الكرامه ديالهم ولات في الزيرو، والناس بداو كيتسائلوا كيفاش تقدر اداره كامله تخلي مجرم بحالو يهرب غير بمكالمه. الاداره ديال السجن كانت عارفه ان الفضايح ديالها كثرات، وهاد خينا عيا ما يفضح فيهم وبين الغباء ديالو. وعلى هاد الشيء ما بغاش يبين القصه والحقيقه للاعلام، حيت اي تفسير غادي يزيد يشوه صورته. وهنا بدات الخطه ديال البحث، وبداو كيقلبوا في جميع الوطيلات وصيفطوا الصوره ديالو والمواصفات لكل شيء. وفعلا البوليس قدروا يحددوا البلاصه اللي مخبي فيها ومشاو ليه مباشره. من شدوه كانوا حاقدين عليه بواحد الطريقه خطيره، ماشي غير حيت هرب ولكن حيت فضحهم قدام الصحافه والعالم. والمحكمه ما رحماتوش، زادتو 40 عام فوق العقوبه ديالو، حيت كل مره كيهرب كيزيدوا ليه سنوات. ولكن هذه المره الاداره ديال السجن قررت تبدل الاستراتيجيه ديالها وصيفطوه لواحد الحبس مشدد الحراسه في تكساس، بلاصه جديده عليه ما عمره ما شافها وما عارف حتى كيفاش كيديروا الامور فيها. داك الحبس كان معروف بالقوانين القاسيه والحراسه الصارمه، البق ما يزهق معلم. ولكن حتى وسط الظروف ستيفن كان كيخطط للهروب الثالث. كيفاش؟ بطريقه عجيبه. في السجن المساجين عندهم لبسه مميزه حسب القسم اللي فيهم. الاطباء اللي كانوا كيدخلوا على المساجين كانوا كيلبسوا اللون الاخضر. ستيفن لاحظ التفاصيل وبدا كيجمع السيلوات خضرين في اوقات الاستراحه، كل مره كيسرق واحد حتى يجمع واحد العدد كافي وصنع من الناس صباغه خضراء. خدا واحد اللبسه قديمه ديالو وفي الليل ناض صباغه باللون الخضر وخباها حتى نشفات. في النهار اللي جاو الاطباء للسجن ستيفن لبس ديك اللبسه الخضراء ودخل وسط داك المجمع ديال الاطباء، حتى واحد ما شك فيه. خرج معاهم عادي بحال شي طبيب وخرج من الحبس وبعد عليه شويه بدا تيجري في الطريق حتى وقفات عليه واحد الطوموبيل. السيد سحاب ليه طبيب وعرض عليه يوصله. ستيفن بعد ما هرب المره الثالثه تخيلوا فين مشى. ما مشاش للوطيل بحال المره اللي فاتت، ولكن دخل لواحد البار وبدا كيشرب، بدا تسوق لتا واحد بحال ما عنده حتى شي هم. ولكن هاد الغفله ما دامتش بزاف، حيت الحراس اللي كانوا خدامين في الحبس بداو كيراجعوا شكون دخل وشكون خرج. وهنا فين جا المشكل. في العاده القانون كيفرض على الحراس انهم يحسبوا عدد اللي كيدخلوا وعدد اللي كيخرجوا، ولكن الملل خلاهم يغلطوا وما شدوش الحساب مزيان. حتى جا واحد الحارس عاد شاف ان العدد ناقص وتما بدا الشك ومراجعه السجلات. عاد بان لهم صاحبهم ستيفن ما كاينش مع المساجين وتما بدات حاله الاستنفار. الاداره ديال الحبس عاش اضعف لحظه في تاريخها، والصحافه ما بقاش ساكته، كلشي كيهضر على كيفاش هذا الشخص قدر يهرب 3 ديال المرات. حتى المحابسيه ولاو كيضحكوا على الحراس. فين هي ديك الحراسه المشدده؟ فين هو الامن؟ البق خرج وزهق. البوليس ما كانوش باغيين يضيعوا الوقت، استعملوا الهليكوبتر والسيارات، قلبوا عليه في كل بلاصه. وفعلا من بعد بحث طويل شدوه مره اخرى. هاد المره المحاكمه ما كانت سهله عليه، حيت زادوا عليه سنوات اخرى فوق العقوبه ديالو. ولكن العقوبه الحقيقيه ماشي السنوات اللي زادوا عليه، ولكن فين حطوه هاد المره. شدوه في واحد الجناح خاص بالعزله التامه، ما كاين ليه حتى شي مجال باش يهرب. 2 ديال الحراس مكلفين به، ما كيعطيوش فرصه يتنفس. الحراسه 24 ساعه ل 24، وحتى الوقت ديال الاستراحه اللي كيعطيو للاخرين عنده هو غير ساعه واحده وتحت المراقبه المشدده. ولكن واخا هكذاك ستيفن مازال كيخطط انه يهرب المره الرابعه، والخطه هاد المره اغرب من اي خطه دارت من قبل. تصوروا بدا تيقول للحراس ما بغيتش نخرج للاستراحه، بغيت غير نبقى ناعس. ولكن هو ما كانش كينعس، كان غير خدام كيضعف الجسم ديالو تدريجيا حتى الماكله بدا كياكل غير النص، بعد ما كان ديما كيطلب الزياده، ومن بعد بدا كينقص شويه بشويه. هاد الحاله ما كانتش نهار ولا يومين، ولكن شهور هو كيضعف بحال لا باغي يموت. ولكن في الحقيقه كان مجهز خطه خطيره، خطه مستعد يغامر فيها بحياته، حيت بالنسبه ليه الحريه كتسوى كلشي. واحد النهار قال ستيفن الحراس بغيت نخرج للاستراحه، ولكن في اللحظه اللي بداو كيراقبوه لاحظوا انه كل مره فاش كيمشي ولا كياكل شي حاجه كيردها،
حتى المحابسيه ولاو كيتسائلوا مالك شنو وقع لك. جاوبهم وقال لهم انه عنده مرض خطير وباللي واحد صاحبه حتى هو كان عنده نفس المرض وهذا المرض ما كيداواش وبلي الاعراض اللي كيبانوا عليه هما نفس الاعراض اللي كانوا عند صاحبه ديال داك المرض. في الحقيقه ستيفن كان غير كيتحايل عليهم، راه نصاب ومخادع من الدرجه الاولى. كان متعمد ياكل غير شويه باش ينقص من الوزن ديالو بالزربه، وكان متعمد يرد الاكل باش يبين لهم بانه راه وصل لواحد الدرجه خطيره في المرض ديالو. بقى على هذا الحال لمده شهور، مع ان حتى بعض المساجين بلغوا الحراس بان الحاله ديالو خطيره، ما تسوقوش ليه حيت عارفينه غير كذاب. ولكن نهار جابوا الميزان باش يتاكدوا جا دور ستيفن ولقاو ان الوزن ديالو نقص بزاف، والسيد سخف قدامهم. فاش جا الطبيب وشاف السجل الطبي ديالو بدا يشك، والاداره قررت تصيفطوا لدار الرعايه الصحيه اللي تابعه للسجن باش يديروا ليه التحاليل ويعلقوا ليه السيروم. الطبيب اللي كان مسؤول عليه تواصل مع الاداره وقال لهم بغينا نجربوا واحد الدواء على الناس اللي عندهم هذا المرض، عندكم شي واحد اخر كتشكوا انه مريض؟ وبالفعل صيفطوا معاه شي وحدين اخرين. من بعد 2 سيمانات الطبيب اتصل بالاداره وقال لهم جربنا الدواء ولكن واحد فيهم مات بسبب تاثير الدواء عليه. هنا الاداره طلبت شهاده الوفاه واللي كانت فيها اسم ستيفن. الواقع ستيفن كان عايش ولكن مزور شهادة الوفاة باش ما يبقاوش يقلبوا عليه. هرب من السبيطار وخرج من تكساس وبعت الشهادة المزورة للإدارة باش يسدوا الدوسي ديالو نهائيا. ولكن ستيفن كان عنده إدمان على الاحتيال، ما قدرش يعيش بلا ما يدير شي خطة جديدة. هاد المرة انتحل الشخصية ديال واحد الشخص ملياردير باش يقدر ياخذ واحد الكريدي كبير من البنكة، ولكن الموظفين شكوا فيه وما يبلغوا البوليس وما عطلوش، بلغوا البوليس. هاد المرة مشى فيه حيت الشرطه الفيدراليه هي اللي جات وخداتو في البلاصه. ولكن حتى وهو مشدود ما كانش باغي يستسلم، ما كانش باغي يحني الراس. وتقول دار راسو بحال جاتو ازمه قلبيه، وفاش حاولوا يهزوه دار يديه في جيب واحد البوليسي وسرق ليه التليفون. فاش وصلوا للسبيطار وهنا مازال ما تاكدوش من الهويه ديالو باللي راه هو داك خونا ستيفن. اتصل بالاداره ديال السبيطار والظهر بانه بوليسي وقال لهم تقدروا تخليو ستيفن يخرج. وبالفعل خرج ومشى بحاله، لكن هاد المره ما عطلوش، شدوه بالزربه. ملي طبقوا البصمات لقاوه صاحبهم ستيفن الهريبان وكان مزور سميتو. وهنا المحكمه هاد المره حكمت عليه بالمؤبد وما عمره ما غيستافد من الافراج المشروط وحطوه في الحبس وفي الانفرادي. اليوم فضل اللحظه اللي كنعاود لكم هذه القصه، ستيفن عنده 65 عام وباقي عايش، وعلى حساب كلام الحراس باقي كيخطط باش يهرب مره اخرى، غير باقي ما لقى الثغره المناسبه والزمان المناسب. هنا اصدقائي كتسالي القصه ديال ستيفن جاي راسل. الا عجبتكم القصه الخوت ما تبخلوش علينا بلي لايك، اللي مازال ما اشترك اشترك. تلقاو في حلقه جديده مع قضيه اخرى، وفي امان الله.